ايه رأيكم في مخلل اللفت ده؟ بأمانة تحفة. شايفة لونه؟ شايفة حلاوته؟ شايفة في البرطمان 3 ايام بالظبط بتاكلي منه. شايفة لونه عامل ازاي؟ خطير. تعالي ابدأي معايا الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة انا جايبة اللفت ومنضفاه بالشكل ده ونقعاه برضو في مية عشان لو العروش دي فيها طينة او اي حاجة تنزل في المية. هاتي اللفتاية الوسط. بصي انا جايبه لك احجام منه، وهاتي اللفتايه التقيله، بلاش الكبير قوي بيبقى فاضي وشايخ. خلاص تعالي بقى نجيب طبق كمان. بعد ما بتغسلي اللفت وبتنقعيه بالشكل ده عشان تتخلصي من اي طينه فيه، معاكي قطعه زي دي قطعي بيها، معاكي سكينه اللي يريحك قطعي كده بالطريقه دي، نظام صوابع. او بالشكل ده برضو نفس النظام، بنقطعه نظام وعلى الرخامة هيبقى افضل لك وتقطعيه بكل سهولة. اللي يريحك قطعي بيه والمتوفر عندك، كلنا عندنا سكاكين في البيت اهو بالطريقة دي. بصي اللفتاية لما تكون صغيرة وتقيلة او وسط بتبقى بصي قلبها مليان ازاي، شايفين؟ اللفتاية الكبيرة الخفيفة معاكي هتبقى شيخة، هتبقى فاضية ومش حلوة. هاتي اللفتاية التقيلة. كمل تقطيع وارجع لكم. وبعد ما احنا قطعناه بالشكل ده زي ما انا قلتلك، ما عندكيش القطعه دي هتقطعي بالسكينه هيبقى معاكي بالشكل ده. بصوا انا معايا واحده بنجر صغيره، في ناس ما بتحبش تحط له بنجر، لو انت مش حابه تحطي له بنجر بتحطي له معلقه من هريسه الشطه، بس احنا بنحبه بالبنجر. هتجيبي بقى بنجرايه صغيره كده تقطعيها حتت صغيره بالشكل ده اهو. بتقطعي البنجرايه بالشكل ده، تقلبيه كويس. انا لسه ولا حطيت له ملح ولا اي حاجه، بقى معاكي بالشكل ده. هتجيبي البرطمان بتاعك، يا دوبك بتجيبي البرطمان بتعبيه، وبعد ما بتعبيه هقولك على المحلول بتاعه. وده شكل البرطمان بتاعنا بعد ما احنا عبيناه. انا البرطمان بتاعي بيشيل 3 كيلو لفت، لكل كيلو من اللفت ليه معلقه من الخل. انا هحط 3 معالق، دي 1 2 3. معلقه كبيره من السكر، نص معلقه كبيره من الشطه، وهنركن ده كده على جنب. معايا بوله فيها 1.5 لتر من الميه، انا غلياها ومبرداها. بحط لكل لتر من الميه معلقتين كبار هرميين كده ملح. طبعا انا ما بحطش الملح زي الزيتون وزي الليمون، لان الزيتون والليمون بياخدوا حيقان غير اللفت بيبقى حايق، وياما بيقعد معاكي بيحدق، فما بياخدش معدل الليمون والزيتون. خلاص. وبتدوقي برضو الملح، لو عايز شويه تاني حطيه. بتدوبيه كويس. بعد ما احنا دوبنا الملح كويس هتنزلي في البرطمان بتاعك وزي ما انا قلتلك لو انت مش حابه تحطي له بنجر بتحطي له معلقه من هريسه الشطه، بيبقى معاكي برضو لونه جميل قوي. في ناس كتيره ما بتحبش البنجر بس احنا بنحب البنجر. وهو ده شكل البرطمان بتاعنا. هاتي كيس تلاجة نضيف غطي عليه. بعد 3 ايام بالظبط تاكلي احلى مخلي اللفت. 3 ايام ونفتحه مع بعض. وهو ده شكل البرطمان بتاعنا بعد 3 ايام بالظبط. شايفين لونه وجماله؟ تعالى اوريكي بقى شكله كده من جوه. شايفه؟ تعالوا نطلع شويه مع بعض. بامانه تحفه، واللون بتاعه جميل قوي.
شايفة؟ انا ما بحبش احط ايدي في المخللات، بحب اطلعها بحاجة زي كده. وهو ده شكل المخلل بتاعنا، شايفين لونه وجماله؟ يلا يا رب تجربيه ويعجبك.